يا مساء الوجع يا ولاد. أنا جهاد كريم، والنهاردة جايبالكوا واحدة من أبشع القضايا اللي حصلت في محافظة الغربية. قضية وجعها مش بس في الجريمة، لكن في اللي سابه طفل يتربى في حضن الضياع. تعالوا يبدأ القصة من أولها. الولد اسمه عادل ياسر، عنده 13 سنة، ضحية أم وأب، كل واحد فيهم قرر يعيش حياته ويتجوز ويسيب ابنه للحياة تربيه. الأب رفض ياخده وقال لها بالحرف ارميه في الترعة، والأم لما اتجوزت رفضت تاخده علشان جوزها الجديد مش عايز مشاكل. مين اللي استلمه؟ خاله، اللي المفروض يكون أحن عليه من العالم. لكن للأسف الخال نفسه كان بيتعاطى مخدرات، وكان قاعد معاه في أوضة صغيرة في الدور الأرضي بعيد عن أي رحمة. في يوم الولد سرق شبشب من جارهم. عارفين حصل إيه؟ الخال قرر يربيه، مش بكلمتين ولا حتى بقلمين. جاب الشمع وقعد يضربه ربع ساعة كاملة قدام الجار، والنتيجة الولد مات بين إيديه. هنا بدأت الكارثة. النيابة وجهت له تهمة قتل عمد، بس لما الأم وقفت في المحكمة واتنزلت وقالت اعفوا عنه يا بيه، القاضي غير التهمة لضرب أفضى إلى موت، والحكم 10 سنين سجن مشدد. القضية دي مش بس جريمة قتل، دي مرآة مكسورة لأسرة مفككة، أسرة معرفتش تحمي ابنها، وكل واحد فيهم رمى المسؤولية على التاني. الولد كان محتاج حضن، مش شومة. كان محتاج كلمة حنان، مش ضربة تودي بحياته. وسؤالي ليكم النهاردة، لو كنتوا مكان القاضي تحكموا بإيه؟ هل الخال يستاهل تخفيف، ولا الأب والأم هم الجنى الحقيقيين؟ قولوا رأيكم في الكومنتات وشاركونا، عايزين نوصل صوت الولد ده لآخر الدنيا. أنا جهاد كريم، وده برنامج قضايا جهاد كريم، واللي لسه مشتركش في القناة يشرفنا بالانضمام، علشان القضايا الجاية أبشع وأغرب